يا جماعة، أنا بدي أحكي اليوم قصة صارت معي هلأ. كنت موقف سيارتي بشارع العابد، وأنا عم بفتح الباب. كانت مارقة سيارة للهيئة، وكانت مقربة كثير من السيارة، فخبطت الباب بطريقة قوية كثير. الباب صار للكب، يعني باب السيارة. ف لأول وهلة قدر الله وما شاء فعل، يعني ما خطر لي اساسا بصراحه انه ممكن طالب بحقي. بس ببساطه نزلوا الشباب قالوا لي انتظرنا دقيقتين نحن وهلا رح يجي يعني المسؤول عنهم، خلينا نقول. فعلا اجى الشاب، شخص بقمه الاحترام، قال لي شوف شو بتكلف السياره، فورا جاهزين، بدون ما هو يرجع لحدا. خلاني انا اتصل بمجلس السيارات اللي انا بعرفه، بكلف تغيير الباب كذا لانه الباب ما عاد يمشي حاله، بده تغيير. مباشره انا قلت له هيك الرقم. قال لي نحن وصل سيارتك على البيت وشوف وين انت بتكون موجود، نحن حنجيب لك المصاري لعندك على البيت او لمحل ما انت ما بتكون. وبالفعل اجوا الشباب ووصلوا لي المبلغ كامل بدون اي نقصان وبدون اي نقاش، مع اعتذار. شو في احلى من هيك اخلاق لا 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 شباب؟ هلا هي عم تحمي شوارعنا وعم تحمي بلدنا.